يا ست البنات، يا سكر الدنيا، هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة معانا كتاب حلو قوي، هنعرف ازاي ننقذ سعادتنا من اللصوص اللي بتسرقها مننا كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. الكتاب ده لجون ايزو، قضى سنين كتير قوي من عمره بيدرس ليه ناس مبسوطين وناس تانية لأ، وعندهم حالة نفسية وحشة وتعبانين جدا في حياتهم. واكتشف في الكتاب ده اللصوص الخمسة للسعادة ان السعادة دي فطرة ربنا خلقنا عليها. يعني احنا اصلا المفروض نكون مبسوطين او راضيين معظم الوقت، بس في شوية لصوص بتسرق مننا السعادة والرضا دول، واللصوص دول للأسف بيتنكروا وبيظهروا على شكل صحابنا، بس هم أصلا أعداء لينا. فالسعادة مش محتاجين ان احنا ندور عليها بره، هي اصلا موجودة جوانا، بس احنا محتاجين نطرد الحرامية اللصوص دول عشان نقدر نحس بالسعادة ونشوفها جوانا. فجهزي بقى المشروب المفضل عندك وتعالي نفهم ايه الحكاية، عشان مفيش حرامي تاني يدخل بيتنا اللي هو عقلك. اول حاجة بيقولها لنا الكاتب ان السعادة هي الاصل واحنا بنصعبها على نفسنا. بيبدأ كلامه بيقول إن السعادة هي الحالة الطبيعية، زي ما في الهوا موجود السعادة برضو موجودة، بس احنا بنقف عائق قدامها. فكرة إننا بندور على السعادة دي في حد ذاتها بتخلينا ما نحسش أصلا إنها معانا ونخليها تهرب مننا، وده بيزرع بذور من التعاسة جوانا، ونفتكر إن الرضا دي حاجة بعيدة ولازم نتعب عشان نوصل لها، مع إن الرضا المفروض يكون الطبيعي في حياتنا. أرسطو قال إن السعادة هي الهدف الأسمى، وربطها بالصحة والرضا، وإنها مش مجرد موقف حلو بيحصل لك دلوقتي وبيعدي عليه الوقت وبتنساه، لأ ده شعور عميق بالسكينة والراحة النفسية والسلام الداخلي، إن حياتك يكون ليها معنى وهدف. هو دي السعادة والرضا من وجهة نظر أرسطو. الكاتب بيذكر لنا قصة سيدنا آدم وحواء في الجنة. كانوا عايشين في نعيم ملوش حدود، مسموح لهم بكل حاجة إلا شجرة واحدة بس. فالشيطان عمل إيه؟ ركز على الممنوع، سرق منهم منظور السعادة والرضا باللي معاهم وخلاهم يبصوا على اللي مش معاهم، والنتيجة كلنا عارفينها من القصة. والكاتب مش بيقول القصة دي في الكتاب على أساس إن مش ربنا هو اللي عايز كده وهو اللي قدر إن ده يحصل عشان ننزل الأرض ونعيش على الأرض اللي هو أصلا إحنا مخلوقين ليها. إنا جعلنا في الأرض خليفة، ما قالش إنا جعلنا في السماء. بيوضح لنا هنا نقطة إن إحنا بنسيب كل الحاجات الحلوة ونركز على الحاجة اللي إحنا ممنوعين منها. اللص الأول بقى هو وهم السيطرة. ده حرامي لئيم جدا، بيقنعك إنك لازم تمسك زمام الأمور كلها، وبيحاول يخليك تسيطر على كل حاجة، رأي الناس فيك، في عيشتك، في الماضي بتاعك، وإنك ترسم مستقبلك وتحدده بالسنتي، ويبقى كل حاجة في حياتك تحت سيطرتك. طبعا الكلام ده مستحيل يحصل. كان في ملك هندي خايف على ابنه الأمير جدا، وما كانش عايزه يشوف اي حاجة وحشة من اللي هو شافها، عشان هو بدأ من الصفر ومن تحت الصفر لغاية لما بقى ملك. فبنى سور عالي جدا في القصر بتاعه، وبقى الملك ده عايش، الامير ده عايش فيه عشان ما يشوفش اي حاجة وحشة، ما يشوفش غير الشباب، غير الجمال، غير كل حاجة كويسة. بياكل احسن اكل، بيشرب احسن شرب، ولا عمره شاف مريض، وكان محافظ عليه بدرجة فظيعة. ما كانش عايزه يشوف معاناة ولا حد بيموت ولا أي حاجة من الكلام ده. منع عنه الشيوخ والمرضى، منع عنه إن هو يمشي في المدينة عشان ما يشوفش معاناة أبدا. بس الأمير زهق واتخنق، وقرر وهو عنده 29 سنة إن هو يخرج بره السور ده. شاف الحقيقة لأول مرة في حياته، شاف العجز، شاف المرض، شاف الموت، حاجات عمره ما شافها وعمره ما كان متخيل ان هي اصلا موجودة. فدخل في اكتئاب سنين طويلة جدا لحد ما بقى عنده 49 سنة، واكتشف ان ما ينفعش ان احنا
نسيطر، وان السيطرة دي وهم. ما ينفعش نسيطر على عمرنا، ما ينفعش نسيطر على حاجات كتير بتحصل من حوالينا، ما ينفعش نسيطر على الأقدار اللي بتحصل لنا. احنا بشر وبنكبر وبنمرض، ودي طبيعة الحياة. السعادة الحقيقية هي انك تعرفي تفرقي ما بين اللي تقدري تسيطري عليه، افعالك، وتتقبلي اللي مش في ايدك اللي هي الاقدار. كل ما حاولتي تسيطري الحزن هياكل منك. كل ما تتضايقي مثلا ان سفرية كنت عايزة تسافريها وما سافرتيهاش تزعلي وتكتئبي. كل مثلا ما ابنك يحصل له حاجة مثلا في الامتحان تزعلي وتكتئبي. كل ما في حاجة تحصل يجيب درجة وحشة يسقط كده انت اللي بتزعلي. في حاجات احنا نقدر نسيطر عليها، ومش السيطرة الكاملة، احنا ماشيين في الدنيا دي بمشيئة ربنا. كل حاجة ربنا كاتبها، فاحنا لينا افعالنا وردود افعالنا على الحاجة، مش ان احنا نسيطر عليها. فعشان ما تخليش السيطرة والحزن ياكل فيكي، سيبيها على ربنا وهي هتمشي في مجراها الطبيعي اللي ربنا كاتبه لها. اعملي اللي تقدري عليه والباقي بتاع ربنا. انت مش هتقدري تسيطري على كل حاجة، مش هتقدري تتوقعي كل النتائج ولا تسيطري على كل النتائج. هيحصل مرض، هيحصل حزن، هيحصل سفرية تتلغي، فشل، هيحصل حاجات كتير. احنا بنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. اللص التاني هو الأنانية والغرور. ده الحرامي اللي بيخليكي تعيشي في فقاعة اسمها أنا وبس، أنا ومن بعد الطوفان. بتسرقك ازاي بقى؟ بتخليكي ليل نهار مركزة مع نفسك، شكلك ايه قدام الناس، بتفضلي شايفة نفسك وبس. النتيجة لما بتنفصلي عن العالم بيجيلك شعور. فاللص ده بيخليكي فاكرة نفسك فوق البشر. عارفين فرعون اللي هو أنا ربكم الأعلى؟ هو كده، بس طبعا بتبقى بدرجة أقل، يعني بتبقى شايفة نفسها مفيش حد زيها، او شايف نفسه مفيش حد بعده. زي كان في امير ربنا رزقه بجمال ملوش حل ملوش مثيل، بدل ما يقعد يشكر ربنا، غرور اللي كان في قلبه خلاه يصحى كل يوم يبص على نفسه في النهر ويقول مفيش حد في الكون بجمال ولا بحلاوتي. بقى عايش في سجن اسمه الأنا، بقى مغرور بنفسه وبيمدح نفسه ومش شايف حاجة في الكون أحسن منه. وده خلاه لما كبر في السن وبدأت تظهر عليه علامات الكبر، السعادة اللي كان بياخدها من شكله وجماله انهارت تماما، لأنه كان رابط قيمته بشكله وما كانش مهتم بجوهره، ولا انه ينظف قلبه، ولا انه يبقى كويس من جوه. بقى دايما مش عايز حد يبقى احلى منه، مش عايز حد يبقى احسن منه. فطول ما انت جوه سجن الانا والغرور، سواء بقى في الشكل، سواء في النسب، سواء في المال، مغرورة بمالك، ايا كان في الوضع الاجتماعي، ده هيسرق منك سعادتك، هيسرق منك سعادتك الحقيقية. فحاولي تخرجي بره الفقاعة دي وتعرفي ان السعادة الحقيقية وقيمتك الحقيقية في انك تتواصلي مع الناس وتساعديهم، في انك تكوني رؤوفة، في انك تكوني قلبك ابيض كده ونقي، وما تتعليش على حد. حتى لو انت عندك جمال وفلوس وكل حاجة، ما تتعليش على حد، ما تتغرش في نفسك، عشان الجمال ده ممكن يروح في لحظة، الفلوس دي ممكن تروح في لحظة، كل حاجة ممكن تروح في لحظة. مش هيتبقى لك غير روحك الكويسة، هي دي سر سعادتك. الجشع والطمع هو ده الحرامي التالت. هو الرغبة في اننا نبقى عايزين كل حاجة، دايما نبص على اللي في ايد غيرنا، ما بنبصش على اللي في ايدينا ولا بنشكر ربنا عليه. دايما بنقارن نفسنا بغيرنا. عارفين قصة سنو وايت؟ الملكة الشريرة دي كانت حلوة جدا لغاية ما سنو وايت كبرت شوية وبقت أنسة جميلة. فلما سألتها مين أجمل واحدة وقالت لها سنو وايت أجمل، الست خلاص كانت هتتجنن. الغيرة والحقد وان هي لازم تكون احسن واحدة، مفيش حد احسن منها، والمقارنة ده دمرها. هي كانت حلوة ومش مستحملة ان يبقى في حد احلى منها. حد معاه فلوس وبرتاح بس مش مستحمل اللي حد تاني يكون معاه اكتر. حد الناس بتحبه، ما هو مش عايز حد الناس تحبه غيره، وهكذا. فالحل هنا في ان احنا نشكر ربنا ونرضى باللي معانا. اشكري ربنا على ابسط الحاجات اللي في حياتك، احمدي ربنا على النعم اللي في حياتك، ولئن شكرتم لازيدنكم. انت لما بتشكري النعمة بتزيد وبيحل عليها البركة. فانك تبقي تطمحي انك تبقي احسن، وانك تبقي اجمل، وانك تبقي معاكي اكتر، ده مش عيب، بس ما تبصيش على اللي في ايد غيرك. ولا تمدن اعينكم لما متعنا به ازواجا اخرون.
أنا مش عارفة أنا بقول الآية صح ولا لأ، بس يعني ربنا قال لنا ما تبصوش على اللي في إيدين غيركم، سواء بقى أزواج أو أيا كان، يعني ما تبصوش على اللي في إيد غيركم. وده برضو من أهم 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 سمات السعادة أو مفاتيح السعادة. اللص الرابع، الاستهلاك. ده الحرامي اللي بيقضيلك على فرحتك، بيقنعك انك محتاج تشتري وتشتري 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 عشان تحس بالرضا، بيخليك تحط شروط عشان تكون مبسوط. انا لو اشتريت البيت الفلاني هبقى سعيد، انا لو اشتريت التليفون اللي هبقى سعيد، انا لو خلفت هبقى سعيد، انا لو اترقيت في الشغل هبقى سعيد، انا لو حصل لي مش عارفه ايه هبقى سعيد، انا لو هبقى سعيد. ولو ما حققتش الشرط ده هتزعل وتكتئب، لو حققته هتحس بطعم الفرحه بس لحظات صغيره. وهتلاقي الحرامي بتاع الاستهلاك ده حطلك شرط جديد اصعب عشان تبقى سعيد. بدل ما يقولك انا هبقى سعيد لو اشتريت البيت ده، هبقى سعيد لو اشتريت الفيلا دي، هبقى سعيد لو اشتريت الطياره دي، هيعلي لك سقف توقعاتك وطموحاتك. فعمرك ما هتبقى سعيد وهترجع لنقطة الصفر مهما بقى عندك من حاجات، فلوس، أطفال، ترقيات، مظهر اجتماعي، مكانة كويسة. مهما كان عندك عمرك ما هتبقى راضي، لأن انت هتبقى بتطمح للي بعد كده. فالسعادة قرار واختيار ملوش علاقة باللي في ايدك. فما تخليش لص الاستهلاكية والشرطية اللي بيشرط عليك حاجات عشان تبقى سعيد ده يسرق منك الحاجات البسيطة المتاحة دلوقتي، المفروض انت سعيد عشان توصل لها وتبقى سعيد بيها. ما تخليش فرحتك رهينة للظروف بره ايديك. انبسط باللي قليل اللي في ايدك عشان لما الكتير يجيلك تنبسط بيه برضو وتبقى راضي عنه، لان انت كده عمرك ما هتبقى راضي في حياتك، عمرك ما هتبقى سعيد. اللص الخامس وهو الكومفورت زون او التراخي والاستسلام والراحة. ده اختارهم ليه بقى؟ لانه بيمثل ان هو صديقك اللي خايف عليك، بيخليك تفضل قاعد مكانك كده، بيخليك تحب الروتين المريح اللي هو انا هقعد ما اعملش حاجة، يخليك تخاف من اي حاجة جديدة. يعني تخيلوا كده واحد راكب حصان وبيجري بيجري، يقول له الناس سألوه هو الحصان ده رايح فين، قالوا له لو ما عرفش اسألوا الحصان. ده حالنا لما بنسيب الدنيا تمشينا كده، لو احنا ما بنعملش حاجة، بنسيب العادات، بنسيب الروتين يسرقونا، بنسيب نفسنا كده فاقدين السيطرة على اي حاجة، مش عايزين نعمل اي حاجة، عايشين بنصحى ناكل ونشرب وننام وخلاص، مفيش اي حاجة مفيدة بنعملها. يتهيألك ان هو عادي مش بيعمل حاجة، لا بس انت كده غلطان في حق نفسك. فالراحة مش هي اللي هتجيب لك السعادة. السعادة والنمو انك تطور نفسك وجهان لعملة واحدة. الراحة مفيهاش تطور، فيها موت بطيء، انت كده ما بتعملش اي حاجة. لازم تخوض تجارب جديدة، تكسر حاجز الخوف، تطور من نفسك. هي دي الحاجات اللي هتزود لك سعادتك وهتزود لك رضاك عن نفسك وهتعلي ثقتك بنفسك. ما تخليش الحصان هو اللي يقودك، خليك انت القائد وقود زمام امورك. مينفعش تبقى قاعد وتقول ما انا ربنا هيرزقني وربنا هياكلني وانا هبقى كويس. ماشي يا حبيبي، هو فعلا ربنا بيرزق، بس انت لازم تقوم تشتغل، لازم تقوم تعمل، لازم تقوم تنجز، مش هتفضل قاعد نايم وخلاص. فعشان توصلوا للسعادة والرضا، الكاتب قال لنا على 3 خطوات عملية عشان نحاول نطرد الحرامية دي. اول حاجة، امسكي الحرامي. ازاي؟ بوعي، راقبي افكارك، شوفي هو ايه الحرامي اللي بيسرق منك سعادتك. هل حرامي السيطرة؟ هل حرامي الطمع؟ هل حرامي الراحة؟ هل حرامي الاستهلاكية؟ انهي حرامي اللي بياخد مني سعادتي؟ اول لما تتعرفي عليه انت كده هتبدأي اول طريق السعادة الحقيقية. تاني خطوة هي الادراك. وقفي الحرامي كده وخدي قرار واعي وقولي لنفسك انا فاهمة اللعبة، انا مش هسمح لك تسرق يومي تاني. انا عرفت ايه النقطة اللي مش كويسة فيا واللي مخلياني مش راضية ومش سعيدة، وهبتدي اصلحها من النهاردة، وهبتدي احط خطوات عشان اتخلص من الحرامي ده. سواء حرامي الاستهلاكية، اشوف ازاي ما اقدرش اشتري وازاي اكتفي بحاجات قليلة، سواء حرامي السيطرة، اعرف وادرك ان في حاجات انا ما اقدرش اتحكم فيها وان دي حاجات بايد ربنا. حرامي الكومفورت زون او الراحة، هبتدي اعمل لنفسي عادات كويسة، هبتدي اطور من مهاراتي، هبتدي اشتغل على نفسي عشان ابقى احسن. حرامي الاستهلاكية، هشوف ايه الحاجات اللي انا مش محتاجاها اوزعها، ما اجيبش حاجة انا مش محتاجاها.
حرامي الطمع ما بصش على اللي في ايد غيري واتسلح بالايمان، عشان هو ده اللي هيخليكي ما تبصيش على اللي في ايد غيرك. لما تبقى روحك كويسة ويبقى عندك ايمان قوي، انت من نفسك مش هتبصي على اللي في ايد غيرك، وغرورك هيقل. فازرعي الإيجابية وبدلي السيطرة بالتسليم لقضاء ربنا، ونبدل ان احنا عايزين نبقى معانا كل حاجة، لان احنا نبقى شاكرين للنعم اللي موجودة اصلا في حياتنا، ونبدل الخوف وان احنا نفضل واقفين مكاننا للشجاعة، ونبتدي نطور من نفسنا ونغير من حياتنا ونبني عادات جديدة تفيدنا. في الاخر السعادة موجودة جوانا، موجودة في الرضا دي، ما واحنا ممكن نشتغل عليها ونطورها. هي مهارة وقرار احنا بناخده كل يوم جوه عقلنا، عشان هو ده مكان سعادتنا. فنطهر عقلنا من اللصوص الخمسة عشان نبقى أكثر سعادة وأكثر رضا وأكثر سلام داخلي وراحة. وبس كده. وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. يا سكر الدنيا، سلام.